السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة زي ما انتم شايفين كده انا معايا وراك. هنعملها في الفرن. معايا طماطم وبصل وفلفل وجزراية صغيرة مخرطاها مكعبات صغيرة كده زي ما انتم شايفين. وهنزل عليهم بقى بالبهارات. انا طبعا الفراخ دي كنت نقعاها وغسلاها. هنا معايا معلقة آه، من كل حاجة، يعني يعتبر معلقة صغيرة: بصل بودرة، توم بودرة، بهارات فراخ، السبع بهارات. ومعايا بابريكا. على فكرة البابريكا اللي انا بحطها دي على فكرة بابريكا مستوردة جميلة جدا. هي ايوه غالية شوية بس حلوة قوي ما شاء الله، يعني بتخلي الفراخ، يعني هي مش كلون، لا طعم وريحة بجد يعني، ولون بصراحة. هنا بقى كده هديلهم وهنزل عليهم بالملح، وحطيت ليمونة ومعلقة من الخل. هعمل ايه كده تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هنزل بكمية بسيطة كده في الصينية، وهقلب الوراك زي ما انتوا شايفين. بس هنا مش هتاجي، يعني انا هغير الصينية دي دلوقتي. بس زي ما انتوا شايفين كده ايه، هحط كل اللي معايا في يعني الخلطة اللي انا عملتها. بشيل الفسيخ كده، بحوش الجلد عن الفسيخ واحطها. انا هنا غيرتها في الصينية على فكرة. تعالوا بقى هنا يا حبايب قلبي نعمل رز. هنعمل رز بشعرية، بس النور قطع على فكرة، يعني حتى الفلاش اهو. طفت الفلاشة علشان اوريكم ان النور قاطع. يعني اخر حاجة اللي هو ساعات تبلت الفراخ وخلاص. هنا بقى هدي تشويحة حلوة كده. نقلب الشعرية في السمنة. انا ما بنزلش بالشعرية في السمنة الا لما بتسخن قوي، علشان ما تاخدش معايا وقت في التحمير، وكمان عجينة الشعرية ما تشربش السمنة وهي باردة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة كل سنة وانتم طيبين. تعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية كلها. هنا خلاص اديتها تشويحة كده ولون ذهبي اهو زي ما انتم شايفين. معايا بقى الرز غسلاه ومصفياه. مش هي دي طبعا كلها الكمية، في كمان شوية هحطهم دلوقتي. ومعايا هنا الشوربة اهي. على فكرة أنا لما بعمل بط أو مثلا فراخ وتكون الشوربة حلوة سمينة، بشيلها على فكرة في اكياس وبطلعها زي ما انتوا شايفين كده، واعمل بيها الاكل عادي. والفراخ بعملها في الفرن. هنا ما شاء الله بوريكم هنا لون الشعرية. طبعا كان لسه فاضل يعني وقت حلو على المغرب، فانا جهزت الرز وبس، مش هحط له الشوربة دلوقتي. لما اعرف ان خلاص يعني مش معايا غير وقت قليل. وكان عندنا طبيخ من اليوم اللي قبل ده بتاع العزومة، كان في التلاجة. طلعته برضو اللي هي الحلة التانية دي. هنا بقى كده كان خلاص المغرب فاضل عليه نص ساعة او نص الا 5. الشوربة كانت سخنة وكنت طافية عليها. زودت حبة ملح كده. طبعا هقول لكم على حاجة هنا، حد ممكن يشوفني بشيل المعلقة هيقول هي بتزوق ولا لا. على فكرة هقول لكم على حاجة، هو مش حرام ان انت تذوقي الاكل، لكن حاجة ما تنزلش جوفك او ما تروحش يمة حلقك بلسانك كده على المعلقة وتشوفي الاكل. فبعد ما بتشوفيه بطرف لسانك بتغسلي بقك عادي على الحنفية وخلاص، يعني ما فيش اي حاجة، بس بحرص ما حاجاش تنزل حلقك او جوفك. بس يعني انا، يعني الشيخ نفسه اللي قال كده، يعني حد موثوق فيه، مش كلامه خلاص، مش كلام انا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الكلام ده كان منه لواحدة، يعني كانت بتسأله على الموضوع ده. المهم يعني احنا مش هنتكلم في الكلام ده دلوقتي. احنا الفراخ ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، اللهم بارك، يعني بألف هنا. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ يا رب يا حبايبي الفيديو يعجبكم. انا عارفة ان هي حاجة يعني عادية، يعني الكل بيعملها، بس يا ريت تدعموني باللايك، وما تنساش اللي هيشوفني لأول مرة الاشتراك واللايك. مع السلامة يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين. وده بقى كان فطارنا، اللي هو يعني كان اسبوع بعد اسبوع، من بداية اسبوع من رمضان، لاني قعدت 3 ايام. قعدت اسبوع سليم بعد ما نزلت فيديو تالت يوم رمضان، ما نزلتش على كده، لكن كنت بصور الفيديوهات. حبايب قلبي مع السلامة.